بداية أرحب بك عبر السعودية الرياضية. نتكلم تحديدا عن دوري زين للمحترفين، والذي النصر لم يقدم ما يشفع له. هو الآن في كأس الأبطال يقابل نادي الشباب بنقطة كبيرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الشيء الثاني أحب أبارك النادي الشباب حصوله على الدوري، والشيء الثاني كنا متوقعين أصلا الفرق الأربعة الأوائل مستوياتهم متقاربة، وإن شاء الله ندير إن شاء الله من اليوم بإذن الله. جميل، يبدو أن المهمة صعبة وصعبة جدا. أكيد فريق الشباب فريق كبير وتو ماخذ الدوري، وأكيد أنها تبي تكون صعبة، بس إن شاء الله بإذن الله رايح نعديها إن شاء الله. سالم، ألا تعتقد أن مقابلة الشباب في كأس الأبطال هي قد تسبب ممكن للاعبين العديد من الأمور، أن البطولة سوف تكون صعبة، لأن نادي الشباب بعد حصوله على دوري زين المحترفين نشوته مختلفة، متمرس في هذه البطولة؟ بالعكس، اللاعبين كلهم متوقعين انهم يقابلون اي فريق، الشباب او الهلال او الاتفاق او الاهلي، ما عندهم اي مشكله ان شاء الله باذن الله، هم رايحين نعديها باذن الله. سببت لك صدمه مع الشباب؟ لا 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 بالعكس، لا بالعكس، لا ما في صدمه. الله يعطيك العافيه سالم، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. الله يسلمك.